في تصريح أثار نقاشا واسعا داخل المغرب، تحدث وزير الفلاحة عن أسعار أضحية عيد الأضحى، مؤكدا أن العرض متوفر في الأسواق الوطنية، وأن الأثمان تختلف حسب الحجم والسلالة والمنطقة. وأشار الوزير إلى أن بعض الأضاحي يمكن أن تبدأ من حوالي 1000 إلى 1500 درهم، بينما قد تصل أثمان أخرى إلى أكثر من 5000 درهم. دابا كاين وفرة في الأسواق، كاين أثمنة مختلفة راه كتبدا من 1000 درهم ولا 1500 درهم حتى ل 5000 درهم ولا أكثر. خرجوا للسوق. هذا التصريح أثار ردود فعل مختلفة بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن هذه الأسعار لا تعكس الواقع الذي يجدونه داخل عدد من الأسواق، بينما رأى آخرون أن الأثمنة تختلف فعلا من منطقة إلى أخرى. وفي المقابل تؤكد المعطيات الرسمية أن العرض الوطني هذه السنة يفوق الطلب المتوقع، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتوفير الاختيارات أمام الأسر المغربية. ويبقى السؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل ستكون الأسعار في متناول الجميع هذا العام، أم أن الواقع داخل الأسواق سيحسم الجواب؟ لا تنسوا مشاركة آرائكم في التعليقات ومتابعة الصفحة للمزيد من المستجدات.